أحمد بيومي والكابتن أحمد بيومي. فطبعا الحج هي أفضل لي يعني بالنسبة لي، لكن يعني هاجرنا من السويس وأنا عندي 17 سنة. أنا مواليد 50. يوم 9 اللي فات ده كملت 74 سنة. فكنت في أولى ثانوي في السويس ثانوية، تانية ثانوي في مدرسة إسماعيل الألباني، وخدت ثانوية عامة من إسماعيل الألباني في القاهرة، كانت في ميدان عبده باشا. ودخلت كلية تربية رياضية وخلصت بكالوريوس، واتجندت ضابط احتياط في الجيش، والتحقت بالمجموعة 127 صعقة. فكانت يعني من قعدت 3 سنين في الجيش تقريبا، 3 كمان. ويعني كانوا مهمتي فيها الإعداد البدني ل3 كتايب صعقة، وخدمت مع اللي عملوا فيلم الممر ده، يعني الله يرحمه اللواء معتز الشرقاوي، كان قائد السرية اللي دخلت دمرت أكبر معسكر مشاة لإسرائيل في سيناء، وجاب قائد المعسكر على كتفه، جابه لغاية. والبدوان بتوع سيناء كانوا بيخبوا السرية، يعني دفنوا اللي استشهدوا، دفنوهم، ومعروف لغاية دلوقتي قبورهم فين اللي استشهدوا من السرية. والبدوان كانوا بيخبوهم في أنفاق وكهوف بالنهار ويمشوهم بالليل. كانوا بيخبوا جنود السرية اللي عملت، لأن اليهود كانوا بيدوروا عليهم، فكانوا بيخبوهم بالنهار ويمشوهم بالليل لغاية لما جابوهم هنا السويس، جابوهم عيون موسى، وقدروا يطلعوا. برضو الجيش غطاهم أثناء عبورهم للسويس. فدي من يعني اللي المفروض حرب أكتوبر ويعني حربنا مع إسرائيل تتوثق في يعني مهام أو أفلام زي الفيلم الممر ده. كنا الحصار كان كنا في أيامها ما كانش فيه ناس في السويس، لكن كان المجموع اللي أنا اشتغلت معاهم قوات الصاعقة كانت بتخلي اليهود يعني لسان بورتوفيق ده كنا مسمينه المدافع بتاعته أبو جاموس. سرية من السرايا 127 صاعقة فعلا خلت اليهود دفنوا نفسهم في الرملة من الرعب اللي عملته المجموعة 127 فيهم، لأنها كانت واخدة من جنوب السويس لغاية جنوب الإسماعيلية. فكانت 3 كتايب خلوا اليهود، ما خلوش اليهود يقدروا يدخلوا السويس أبدا. فكانت يعني من البطولات والله العظيم. ضباط ما تقوليليش في جمال وقوة، يعني أقل عسكري كنت أروح أجيبه من أنشاص مركز تدريب الصاعقة 190 سنتي، وكنت أحط كفين دول على كفه يبقى لسه في عقلتين. يعني كان بني آدمين الصاعقة أول حاجة هي اللي بتختار من مناطق التجنيد، مندوب الصاعقة هو اللي يدخل يختار. فكان بيجيب وكان معايا صول، يعني مع يعني أنا مش يعني تكوينه البدني العضلي حاجة سبحان الله، كان معايا في المكتب. فكان يعني أنا شفت قريب حاجات للصاعقة في التلفزيون، بسم الله ما شاء الله، كانوا بيتحدوا الموت. يعني التدريبات بتخليهم يتحدوا الموت أثناء حصار السويس أو محاولة دخول السويس. كان ميمي سرحان، إبراهيم سليمان، محمد الشامي،
كان اللي هو كان بطل السويس في والاسم بس في كمال الأجسام، دول كانوا عاملين منظمة سينا فدائيين منظمة سينا. هم ضربوا عند اسم ال40 3 دبابات المقاومة الشعبية السويسة، والجيش الثالث برضو كان ليه بعض عساكر موجودين في السويس، دمروا أكتر من حوالي 15 دبابة حاولت تدخل السويس، فما قدروش يدخلوا السويس أبدا. يعني وقت الحصار هم كانوا واقفين بره بس، إنما بره من بره. يعني كان زمان قبل 67 كان آخر حدود السويس قبل مساكن المثلث دي كان الكارتة بتاعت التاكسات عند المثلث، فكانوا هم من بره السويس يعني، بس خدوا حوالي عمارتين أو 3 في المثلث، وكانوا بيستخبوا لما يشوفوا أي عسكري أو أي ضابط مصري. يعني المقاومة الشعبية كان ليها دور كبير جنب الجيش. يعني هم منعوا دخول ال3 دبابات دول. المقاومة الشعبية اللي اتضربوا عند اسم ال40، و3 تانيين اتضربوا عند الهويس، الجيش اللي ضربهم، لكن المقاومة هي اللي ضربت 3 اللي عند ال40. بعد كده الناس لما قطعوا هم خطوط المية اللي بتغذي السويس، كان في مجموعة من السوايسة موجودين عند الشارع طلعت حرب، وكان في عمارة معمولة وكان في بير مية تحتها. سبحان الله تم تمويل الجيش الثالث والناس اللي موجودين في الحصار من البير ده، بير المية ده. سقى السوايسة وسقى الجيش الثالث البير ده، وعمارة معمولة يعني. لكن في السوايسة القدام قالوا لهم ده في بير مية، وكان سبحان الله يعني ياخدوا منه يتملي، ياخدوا منه يتملي. كان نقيب سمير علام كان معايا في المكتب، أنا تربية رياضية وهم اللي مقاتلين، إحنا التربية الرياضية. المهندس سمير علام بقى ربنا يديله الصحة بقى، وكان نقيب أياميها، حكالي اللي هم قعدوا اللي اتقسمت مساكن المثلث بين الإسرائيليين وبيننا وبين قوات الصاعقة يعني، اللي هي قال لي كنت بمشي في النص بتاعهم، كان بيحكي يمشي، قال لي يبصوا عليا كده يقوموا مستخبيين يعني. شوف بقول له طب وليه بتعمل كده؟ قال لي لا، كانت بتقوم في دماغي حاجات يعني. هم كمقاتلين في منتهى الجبن، وبيداروا ورا للأسف الأسلحة اللي بتديها لهم أمريكا. بيترعبوا يعني فعلا. يعني أمجد، أنا بنسى الاسم، في لسان بورتوفيق أصر إن هم يطلعوا لما كان جاء وقف إطلاق النار، وجم الصليب الأحمر عشان يطلعهم كأسرى هنا في لسان بورتوفيق. يعني احنا كنا واخدينهم أسرى؟ اللي كان ده بيرعب السويس كنا أسرى. أصر إن هم يطلعوا عم رافعين إيديهم كده ومنكسين علم إسرائيل. بتاع الصليب الأحمر يقول له ما ينفع، أصر، وفعلا طلعوا عاملين إيديهم كده مسلمين ومنكسين علم إسرائيل اللي كان مرفوع على موقع لسان بورتوفيق ده، وأصر على كده وطلعوا كده فعلا يعني. الحمد لله يعني 73 فيها يعني بطولات يعني لما تقعدي تسمعيها الحمد لله الحمد لله. وبعدين السويس يعني من البلاد اللي تقريبا يعني او مش تقريبا بتستقبل المحمل. ايه هو المحمل؟ كانت الكسوة اللي بتروح للكعبة الشريفة كانت مصر بتعملها، فكانت بتعدي، انا حضرت 2 أو 3. المحمل كان بيعدي من شارع الجيش يروح بورتوفيق يتحمل على مراكب ويروح الكعبة. فالسويس سبحان الله ربنا يعني
مباركها، يعني نتيجة حاجات كتير. لا، الحتة بتاعت المرتب دي كنا، يعني أنا اتخرجنا شهر 8، آخر 8، تاريخ تعييني 13/9، مفيش 15 يوم وتعيننا في التربية والتعليم. وبعد كده دخلنا الجيش، كانت كلية ضباط الاحتياط اللي في فايد دي اتضربت، فودونا إسنا البيوت بتاعة النوبة، اللي النوبة مرضوش يروحوا فيها، ودونا فيها، وكانت منطقة رهيبة. يعني شفنا 4 أشهر، لكن إعداد بدني وعسكري كان ده علشان رهيب. التدريبات. التدريبات، واحنا طلبة في الكلية ضباط الاحتياط. فدي برضو يعني من ضمن الأمور اللي يعني الواحد ما ينساهاش. بعد كده لما كنت باخد في الجيش 13 جنيه ونص، وباخد من التربية والتعليم 23 جنيه ونص. بعد ما خلصت بقى الحرب اتجوزت تيتا، وكان يجيني الشيك هي تروح تصرفه، وهي كانت في رابعة كلية في التربية الرياضية، ودي ليها حكاية تانية يعني الله يرحمها يعني. فكانت تروح تصرفه ونقعد عايشين بال40 جنيه دول في منتهى السعادة. كان مبلغ، ما كان كيلو اللحمة ب60 قرش يعني، مش وكان كل حاجة موجودة. ده أيام السادات؟ أيام السادات، أيام السادات. ما هو عبد الناصر ما الله يرحمه اتوفى 73. أنا بعتبره استشهد، لأنه كان في مؤتمر قمة، والجهد اللي عمله، وكان عنده تقريبا جلطة، فالله يرحمه. والسادات برضه يحسب له التجهيز ل73، يعني قيادات الجيش كلها الله يرحمها، الله يرحمها. أنا كمان أخويا اللي أصغر مني على طول كان ضابط في الفرقة 18، وأول من دخلوا القناطر الشرقية. يعني والله يرحمها والدتي جالها شلل نصف، يعني في أثناء الحرب بتاع 73 دي، يعني أو بعد وقف إطلاق النار. هي شافته بعد ما وقف إطلاق النار، فشافته جاي من أول الشارع. إيه ده محمود ده توفى. كان مدير كلية القادة والأركان، كان بيخدم في أول الجيش بتاعه في الجيش الثاني. بعد كده بقى يترقى وعمل دراسات عليا وبقى مدير كلية القادة والأركان، اللي هو محمود بيومي، هو الله يرحمه. يعني كان من ضمن الأبطال بتوع 73 مشاة. هي كانت فرقة 18 مشاة ميكانيكي، وكانوا الحقيقة هم اللي قدروا يوصلوا يعني قبل الممرات بشوية، يعني اكتسحوا اليهود اللي كانوا بيتقابلوا دخول الأنطرة الشرق، لأنها كانت محتلة، فكانوا هم مشاة. فكان لما يجي الطيران اليهودي كانوا على طول يحفروا حفرة اسمها الحفرة برميلية، هي ليها كده وليها يعني حفر في الجنب، فكان الحفرة البرميلية دي ينزلوا فيها ويدخلوا في الجنب. فدي برضو خلتهم يقدروا يكملوا ويدخلوا الأنطرة الشرق. ووقف إطلاق النار، وبدأت بقى المباحثات بتاعت وقف إطلاق النار وانسحابهم، وهم ما صدقوا. وولت دبابات العدو هاربة أمام هول الصدام وجرأة أبناء مصر، ولت هاربة مخلفة وراءها 13 دبابة وعربة مختلقة. ووقفت مدينة السويس شامخة تتحدى غرور العدو وغدره،